السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا مشاهدينا. تعالى نعمل أكلة نص الليل أو أكلة دفا في الشتاء للسجعة، اليومين السجعة دي. نعمل معاكم شعرية. معايا كعلبتين زيت ومكعب زبدة، حطيتهم في الموك وسبتهم يسخنوا، وحطيت عليهم كوبايتين شعرية. تحلية بسيطة وسهلة في 10 دقايق تعمليها. وانا صباح، ودي قناتي، اللي مشتركش معايا اشتركوا يا اللي مشتركتوش. ما تنسيش اللايك والشير يا حبايب. مشاهداتكم قلت، بص هغلب فيها لحد ما لونها يبقى ذهبي كده، زي ما كنا نحط عليها الرز. ودي نص كوباية عسل اسود، تحلية بسيطة مع شعرية من غير سكر. نص كوباية على الكوبايتين، لو هتعملي كوباية تحط ربع كوباية أو 5 معالق. مقلبهم كده مع العسل لحد ما يعني تشرب الشعرية من العسل كده وتندمج معاه. والعسل الأسود بيوديها في حتة تانية خالص طعمها. ودي كوباية مية، أنا حطيت المية السخنة مكان العسل علشان ناخد البواقي بتاعت العسل من الكوباية. حطيت الكوباية الشعرية، حطيت لها كوبايتين مية. أنا عاملة كوبايتين شعرية هحط 4 كوبايات، حطيت 3 وأحط واحدة كمان اهي. ونغطيها ونسيبها ايه تستوي. هنا معانا في الشفشف ده كوباية لبن، وادي التانية، وده باكو كريم كراميل، ودي معلقتين كريم شانتيه، ودول اختياري يعني ممكن ما تحطهمش. الحبة اللي كبيتهم دول هما كلهم على بعضهم معلقتين يعني. وحطيت كيس فانيليا، وبقلب اللبن هنا سخن عشان الكريم كراميل يدوب معاكي. اللبن هنا مسخناه مش مدافي، لا سخن. هنا الشعرية بص شربت المية ودخل السوا. هكب الكريم كراميل باللبن ونديها غلوة ونغرفها، بس لازم تغلي على الكريم كراميل عشان يخش سوا. وصفة بسيطة وسهلة ويعني غير مكلفة، حاجة موجودة عندنا في البيت يعني. اعمليها للأولاد بالليل كده وانتوا قاعدين قدام التلفزيون، اعملها لما هما قاعدين هما بيذاكروا ساعة العصرية كده، هما يشربوا كوباية شاي ولا حاجة، اعملها لهم بدل الشاي. وهنا غيبت الأطباق وغرفتها، غرفها في كوبايات، تغرفها في أطباق، تغرفها في أي اللي يعجبك. في أسهل من كده حاجة حلوة؟ تحلية بسيطة وسهلة وتدفينا في الشتا دي، في اليومين الساقعة دول، جو برد. اعتبرها شوربة عدس ولا شوربة شعرية، هتدفيك زيها وأحسن كمان. وهنا يعني حطيت أنا فول سوداني مهروش وعليه جوز هند، مش عايزة تحطه متحطيش، حطيت حبة صغيرين. وهنا معايا شوية زبيب بقى، يعني هزود بيهم الطبق كده. واللي معايا لحد دلوقتي على الفيديو يحط لايك، حط لايك، واللي ما اشتركش اشترك. ما تنسوناش من دعواتكم. اللهم بارك لنا بقى شعبان وبلغنا رمضان ان شاء الله. تحلية بسيطة ممكن تعمليها في رمضان كمان، احتفظي بيها عندك، اعمليها في رمضان بعد الفطار كده. وكده خلصت وصفتنا، وبالهنا وفي الشفا، صحتنا على